اليوم الوصفة مش عادية، وصفة مصرية ووصفة الكشري الجامد أبو دقة. فعليا أكيد بنحتاج هدول المعكرونة، وبنحتاج العدس، وبنحتاج الرز أكيد المصري. الكميات طبعا العدس كوب، الرز كوبين، والمعكرونة تقريبا يعني تقديرية. أنا حطيت زي ما أنتم شايفين هذا المقدار. بإمكانكم لو بدكم مقادير معينة تلتزموا تقريبا نص كوب لكوب من المعكرونة زي ما بتحبوا كميتها. طريقة العمل جدا سهلة. بنسلق المعكرونة زي ما احنا متعودين، وبنحطها بدون اي اضافات عبين ما تغلي وتستوي سوا كامل. وبنحضر هون اهم اشي البصل اللي شرحته لجوليان قطع شرائح ومفروم ناعم جدا. واكيد كمان نحتاج للثوم، الثوم المهروس او المقطع شرائح كتير ناعمة وصغيرة جدا. بعد ما نقطعهم، وأكيد كنا بنعرف نقلي البصل، فاختصرت هاي الخطوة وجبت لكم بس الخطوات التانية، لأنه خطوات هاي الطبخة كتيرة. فأهم إشي بس إنه الزيت يكون كتير عميق عشان نستخدم هذا الزيت للتطبيخ الخطوات الجاية. وفي طنجرة تانية على الغاز بنجهز الصوص الأحمر. بنحتاج لزيت البصل ناخد تقريبا منه مغرفة كبيرة، وبنقلي فيه أول إشي الثوم، بنخليه هيك لونه شوي يشقر أو يصير على بني. وبعدين بعد ما يتحمر بنضيف هنا البندورة، تقريبا بندورة احتاجت 3 حبات. وأغلب المقادير رح تشوفوها في الكابشن، اقرأوا التعليمات كتير منيح، هناك الوصف الدقيق. بعدين هون بنخلط الصوص كتير منيح، بكون حاطة في الخلاط بندورة وبخلطهم كتير منيح زي ما انتم هون شايفين في هاي الخطوة. بعدين بغلي الصوص على النار، بضيف أهم إشي الكمون لتعطيها النكهة الزاكية إذا بدكم حب أو مطحون. بضيف أكيد رشة الملح وبخلطهم كتير منيح. وبضيف طبعا هون الفلفل، بضيف بعض الإضافات اللي بتحبوها، وهاي أهم الإضافات، ما بتحتاج أي بهارات تانية، بس فلفل وكمون وملح. والصلصة هاي الحمرة بنخليها تغلي على النار لحتى تتسبك وتتماسك ويعطي القوام كتير ممتاز، وتصير تغلى على الأطراف وتبلش تعطي لمعة من الزيت. وبعد ما تبلش تغلى زي ما انتم شايفين بنضيف هون الإضافة المهمة، بنضيف هون الخل لحتى يعطيها الطعم الحامض للصوص المطلوب في المعكرونة أو في الكشري. وأهم إشي بعد ما نضيف الخل بنخليها تتسبك لمدة 5 دقايق تقريبا، أو لحتى ما تشوفوا الصوص صار تقيل معكم وصار متماسك. وبنطفي عليه وبنتركه على جنب. وفي طنجرة تانية على الغاز بنحتاج هنا برضو من زيت البصل، بناخد مغرفة منه لحتى نجهز هنا أهم خطوة اللي هي الكشري. بتكون في طنجرة واحدة بنحط البصل، والحلو في الموضوع كله رح تتطبخ في طنجرة واحدة. بعد ما نضيف البصل بنحط هون عنا الشعرية، بنخليها شوي تتحمص وتعطي اللون الحلو. بعد طبعا أكيد ما البصل يشقر. وبعدين بنصير نضيف الخطوات بالتدريج، اللي هي العدس اللي نقعناه بأول الفيديو بنحطه كامل الحب كله بدون ما نسلقه قبل. بس أهم إشي حتى يستوي معاكم أسرع بنحطه بمي سخنة أو مغلية ليطرى شوي. وأهم خطوة طبعا هون بنضيف الرز المصري، كوبين من الرز المصري بنضيفهم، وأكيد بكونوا هون منقوعين برضو بمي دافية عشان تستوي الحبة، وبنحركهم كتير مظبوط. وهون أهم إشي نمزج المكونات كتير منيح. وبنضيف نفس التوابل اللي حكينا عنها، اللي هي الملح، الفلفل، الكمون، هدول أذكى إشي على الكشري. ولنكمل الخطوات ولحتى هون تتسبك كامل الطبخة نحتاج هون لكل كوباية من الرز المصري 1.5 كوباية من المي، وبالأخير بنضيف كمان نص كوباية من المي لحتى يستوي معنا العدس تماما. بس أهم إشي هاي الخطوات، وبنسكر عليهم ونخليهم يغلوا على نار هادية وتستوي الطبخة تماما. وفي طنجرة على الغاز نساوي أهم إشي الصوص الحامض، اللي هو بيكون التشريبة اللي بتكون فيها نكهة الحارة شوي. بنضيف هنا الثوم والخل
بإمكانكم تضيفوا الثوم الحب أو المجروش، بس أنا حبيت يكون الثوم بودرة هون، ما بحب طعمة كتير تكون واضحة. بضيف الخل ورشة الكمون، بخليهم يغلوا مع بعض كتير منيح. وبعد ما يغلوا هون ببلش أضيف الخطوات الثانية. بضيف هون كمان عصير الليمون مع الخل، إضافة كتير مهمة عصير الليمون لحتى تبرز الحموضة، لأنه هو الدقة فلازم تكون حامضة وشوي حارة أو زي ما انتو بتحبوا. هون ضفنا الكمون وبنضيف أكيد الملح لحتى يعادل القوام والطعم. وبعد ما نضيف هدول المكونات بإمكانكم تضيفوا شطة مجروشة أو فلفل أسود أو الأبيض، انتو برضو مخيرين، ما في أي مشكلة. فبعدين نمزجهم كتير منيح. أنا هون ضفت شطة الخضرة كان عندي بدل اللي حكيت لكم إياها. وبنحركهم كتير منيح، وما بنخليهم يغلوا كتير على النار لمدة يعني دقيقتين ل3 لحتى بس يمتزجوا شوي ويتماسك القوام. وهيك بيكون تقريبا الصوص جاهز. بس ما تنسوا إضافة المي لحتى يخفف القوام شوي ويزبط ويزيد الكمية طبعا. وبنحركه، وبعد هاي الإضافة بنخليه على النار زي ما حكيت لكم من دقيقتين ل3. وأكيد شيكنا على الرز وتأكدنا. شوفوا كيف الحب كل إشي مبين ولا مخبص ولا حتى الحب متماسك كتير مع بعضه، كل إشي واضح وزاكي. ويا عيني على الريحة لو تشموها، جد كان ريحة بتشهي. وهي شوفوا حبة العدس مستوية بهاي الطريقة تماما، خاصة إذا كان العدس النوع الممتاز. أما إذا كان النوع يلي بيطول في السوا اسلقوه قبل 3/4 سلقة. وهنا بنصير نطبق الكشري. بنحتاج أول إشي نحط خليط الرز والمجدرة اللي هو، وبنضيف كمان المعكرونة النوعين، وبضيف كمان الصوص الأحمر أو الصلصة الحمراء زي ما بتحبوا، ما في أي مشكلة. بنصير نشكل منهم طبقات ونضلنا نكرر هاي الطبقات لحتى ما انتوا بتحبوا كم الكثافة وكم الكمية انتوا اللي تحكموا فيها طبعا حسب الناس وعدد الأشخاص. وبعدين بنبلش كمان أكيد نحط من الدقة الصوص الأخضر أو الحامض وبنشربها فيه. وأكيد ما تنسوا تخلوا إشي على الوجه أو على جنب كمان في الصحن تاكلوا منه من الصوص والدقة، لأنه كتير زاكي، تضلكوا تضيفوه على المقدار. وبعدين بنشكل هون الطبقة الثانية. أنا عملت بس طبقتين وبنعيد نفس الخطوات أهم إشي. وهيك تقريبا صار شكله بعد تكرار الخطوات. بس أهم ملاحظة على الوجه، بنحتاج أكيد نحط الحمص والبصل اللي قليناه واستفدنا من زيته بأول خطوة عملناها، فبنزين هون بالحمص. وهيك بيطلع شكلها تقريبا النهائي. وكل ما كانت أبرد شوي كل ما كانت أذكى. فعليا الكشري أنا بحبه تاني يوم، فعليا بتكون طعمه كتير أذكى. وهيك بيكون الشكل بعد ما جهز. وهاي الصوص بتقدروا تستفيدوا منها لتحطوا برضو وتشربوا فيه لما تاكلوا. وفضلا لا أمرا لايك كومنت شير لحتى تكبر عيلتنا ونستفيد من بعض. سلام.